بيبدأ الفيلم مع شيانج واللي بتكون راجعة من شنغهاي لمدينة هارن لأن والدها بيكون مريض، ولما بتوصل بيستقبلها أخوها الصغير نين وبيوصيها أخوها إن هي تتجنب والدتها، وبنعرف إن العلاقة بينهم بتكون متوترة، وبنلاحظ إن حتى استقبال والدتها بيكون بارد وكله لوم وعتاب، على عكس لما شيانج بتشوف والدها واللي بيكون عطوف عليها. وبتدخل شيانج أوضتها وبتلاقي صندوق موجود فيه مشغل أغاني ومنه بتفتكر أيام المدرسة، وبنرجع بالزمن لسنة 2005 لما كانت شيانج في المدرسة الثانوية، وعشان كانت متفوقة بتقدم ورقها في مدرسة الأوائل واللي بتكون بعيدة عن قرية هارن. وفي الطريق بيكون أبو شيانج فخور بيها على عكس أمها واللي بتكون متضايقة ومش مدية اهتمام غير لأخوها الصغير واللي بيكون عنده ميعاد مع الدكتور. ولما بتوصل شيانج المدرسة بتقول لأخوها إن هي محتاجة مشغل الأسطوانات الخاص بيها، لكن أمها بترفض وبتستهون بطلبها وبتقول لها تمشي حالها بالمشغل القديم، وبيسيبوها تدخل المدرسة لوحدها لأن أمها بتكون مستعجلة على ميعاد الدكتور. وبتدخل شيانج المدرسة ولما بتكون في الطريق بتلاقي ولد بيبان على هيئته إن هو مشاغب وبتاع مشاكل، وبتديله منديل علشان يوقف بيه نزيف وبيشكرها وبيمشي. وبتقابل شيانج مسؤول الدور وبتكتشف شيانج إن كل السكن محجوز ومفيش غير غرفة فردية وبتكون صغيرة، لكن بتفرح بيها شيانج لأنها أول مرة يكون عندها أوضة خاصة بيها، وبتبدأ ترتب حاجتها وبتغير هدومها، لكن فجأة بيدخل عليها الولد المشاكس وبتصرخ شيانج وبتخرجه من الأوضة، لكنه بيتجاهل شعورها وبيطلب منها تراقب له الأوضة اللي جنبها. وفعلا لما بتخرج شيانج بتحاول إن هي تلهي المدرسة وبتسألها أي أسئلة لحد ما الولد يخلص اللي بيعمله، وعلشان كده لما بتدخل أوضتها بيجي الولد وبيديها مشغل اسطوانات هدية لأنها ساعدته، وبترفض شيانج تاخده لكن مع إصراره بتطلب منه يسيبه على الترابيزة، وبيعرفها الولد بنفسه واللي بيكون اسمه ليران. وفي يوم بيكون في تدريب في المدرسة، وفي وسط المدرسة بينادي ليران على شيانج لما بتكون بتتكلم مع البنات، وبيتفاجئ الكل من معرفة ليران بيها، وطبعا ده بيخلي واحدة من البنات واللي بتكون معجبة بليران بتحس بالغيرة من شيانج وبيكون اسمها ليا، وبتأدي شيانج الاختبارات التمهيدية لكن مش بتكون عارفة تجاوب وبتاخد وقت طويل، وده بيخليها محبطة لأن نتيجتها بتكون سيئة. وبيجي الليل وبتحس شيانج إنها مخنوقة وبتقرر إن هي تخرج للمدينة، وبتتخيل إن هي لوحدها في الشارع وكمان بترقص تحت المطر. وفي الوقت ده بيكون ليران في المكتبة وبالصدفة بيشوفها وهي بترقص في الشارع، وبترجع شيانج للواقع وبتشوف الناس وبتحس بالإحراج، وبتدخل المكتبة وبتقابل هناك ليران، وبتتفاجئ شيانج من وجوده وبتكون عاوزة تمشي لكنه بيلحقها، وبتقف شيانج وبيسألها لو كانت استمتعت وهي بترقص، وبتحس شيانج بالخجل وبيسألها ليه حاطة الموبايل في رقبتها، وبتقول له إنها كده هتكون مطمنة عليه، لكن بيسخر منها ليران وبتسيبه شيانج وبتمشي، لكن بيلحقها لما بتصدمه بكلامها وبيكتشف إن هي سريعة البديهة، وبيقعدوا على الترابيزة المواجهة للشارع، وبيعرف ليران إن هي متضايقة بسبب درجات الامتحان التمهيدي، وبيوصيها بإنه ما بيكونش حاضر الامتحان من الأساس. وهنا بتحس شيانج إنها أحسن وبتبدأ تريح نفسها من تقديم الضمير، وبيكتب لها ليران رقمه على التليفون. تاني يوم في الفصل بتكون شيانج بتلم حاجتها لكن بيقع منها مشغل الاسطوانات، لكن بتتهمها ليا إن المشغل ده بتاعها وإن شيانج سرقه، وبتطلب من رائد الفصل إن هو يجي، لكن لما بيتفحص المشغل بيعرف إن المشغل ده بيكون تبع شيانج وبيبرئها قدام الفصل، وبتحس شيانج بالحزن وبتهرب من الفصل. وبتكون في الشارع وبيلاحقها ليران وبيطلب منها تروح معاه في التاكسي وبيوصلها عند الجامع، وبيقول لها إن ده أكتر مكان بيرتاح فيه، وبيطلب منها تحكي للمبنى ده أحزانها زي ما بيعمل لما بيكون حاسس بالألم. وبيتفاجئ ليران إن هي بتعيط وبيسألها عن سبب حزنها، وبتقوله إن هي ما كانش المفروض تقبل مشغل الاسطوانات لأن ليا اتهمتها بسرقته. وهنا بيدرك ليران إنه السبب لأن ليا جابت له واحد شبهه اللي هو اداهولها قبل كده، وبتنفعل شيانج لأنه سبب اللي حصل، وبيوصيها ليران وبيعزمها على العشاء في مطعم فاخر، وبتوافق شيانج وبتكون مش عارفة تاكل بالشوكة والسكينة، لكن بيقول لها ليران تاخد راحتها وتاكل بالطريقة اللي تعجبها. وبيحكي لها ليران عن تاريخ المطعم وإنه عمره بيكون قرن، وبتنبهر شيانج من معلوماته، وبيقول لها ليران إن جده كان بياخده معاه في كل مكان. وبتحس شيانج بنغزة حزن لأن جدها كان بيقدر أخوها أكتر منها قبل ما يموت. وبتيجي الأجازة وبتروح شيانج تزور جدتها مع أمها وأخوها، وبتكون أمها وعمتها بيتجادلوا لأن العمة بتكون شايفة إن الأم بتفضل نين أكتر من شيانج. وبيرن تليفون شيانج
شيانج وبترد على ليران، وبيحتد النقاش بين العمة والأم، وبتروح العمة تسأل شيانج لو كانت حاسة إن أمها بتفضل نين عليها، وبتتضايق شيانج لأن ليران سامع الخناقة وبتسيبهم وبتدخل، وبترجع شيانج البيت وبتكون بتذاكر، وبيبعت ليران رسائل علشان ترد عليه لكنها بتكون محرجة ومش عارفة تتكلم وبتقع منها المقلمة بتاعتها. وبيخرج أخوها من الأوضة وبيزعق لها لأنها عاملة إزعاج، وعلى صوته بتيجي الأم وبتطلب منها تذاكر في يوم تاني. وبترجع شيانج المدرسة وبتكون ماشية في الطريق مع ليران واللي بيحاول يخليها تتكلم، لكن بتتعصب شيانج وبتطلب منه يبعد عنها لأنها جاية المدرسة علشان تذاكر وتتفوق، وبتجرحه بالكلام. وبيسيبها ليران وبيمشي وهو حاسس بالخذلان من رد فعلها، في نفس الوقت اللي بتحس فيه شيانج إن هي محطمة وتايهة. وفي يوم بتكون شيانج رايحة الفصل وبتقابلها زميلتها وبتعرفها إن رائد الفصل في اجتماع، وكمان بتطلب البنت من شيانج إن هي تحضر عيد ميلادها بالليل، وبتوافق شيانج وهي سعيدة. وبيجي الليل وبيكون ليران في عيد الميلاد، وبتكون شيانج شايفاه ومراقبة تصرفاته. وبيجي وقت تقديم الهدايا وبتفرح جينا بهدية شيانج، لكن ليا بتكون حاضرة وكمان بتستهزأ بالهدية وإن الهدية دي رخيصة ومش من ماركة معروفة. وبيتضايق ليران من تصرفات ليا وبيرد عليها، لكن ليا بتكسفه وبتقوله إن شيانج ممكن ترد وإنه ملوش دخل بينهم. وهنا بترد عليها شيانج وبتقول لها لو هي معتقدة إن في علاقة بينها وبين ليران عادي تصدق. وبتشد شيانج ليران من إيده وبتخرج من الحفلة، وبيروحوا يقعدوا في مكان، وهناك بتكون شيانج بتعيط، وبيستغرب ليران من تصرفها لأنها كانت قوية من شوية. وبتقول له شيانج إن هي ما تعرفش الماركات وإنها دايما ضعيفة وما بتعرفش ترد ودايما مترددة، ده غير مشاكل أسرتها وعدم تقديرهم ليها. وهنا بيقول لها ليران إنه كمان عنده مشاكل مع أهله لأن والدته ماتت وأبوه اتجوز، وكمان ما عندوش اختيار لمستقبله لأن أبوه مخطط له ياخد مكانه في الشغل. وبتتأسف له شيانج لأنها ظلمته وكمان عن تصرفاتها آخر مرة. وبنرجع للوقت ده وبتكون شيانج وعيلتها في المستشفى، وبيقول لها الدكتور إن هو محتاج فحوصات تانية. وبيرجعوا البيت، لكن في الطريق بتتكلم أمها إن هم تعبوا من المواصلات وإنهم لو كان معاهم عربية كانوا هيرتاحوا أكتر. وهنا بتقرر شيانج تشتري عربية لأسرتها، وبيروحوا الأجانس عربيات، لكن وهم بيتفرجوا على العربيات بتقابل ليران من بعد غياب سنين، لكن مش بتكمل كلامها معاه لأن حبيبة أخوها عملت مشكلة مع واحدة هناك، وبتروح شيانج علشان تحل المشكلة وبتحرج البنت واللي بتتعارك مع خطيبة أخوها. وبيجي ليران وبيقول لها إنها شخصيتها اتغيرت، وبنعرف إن البنت اللي أحرجتها شيانج بتكون حبيبة ليران. ولما بتعرف شيانج بتتضايق وكمان بتجرحه بالكلام وبتتحداه لدرجة إن ليران طلب منها 50,000 يون مقابل إن هو يقبل أسفها على الوقاحة اللي حبيبته قابلتها من شيانج. وبيجي الليل وبتكون شيانج محتارة هتجمع المبلغ ده ازاي، خصوصا إن أبوها بيكون مريض ومحتاج مصاريف كتير للعلاج. وبيجي نين وبيبشرها إن العربية جت، وبيطلب منها إن هما ياخدوا جولة بالعربية، لكن لما بتخرج بتتفاجئ بوجود ليران وبيطلب منها تركب معاه. وبنرجع بالزمن مرة تاني لسنة 2006، وبيكون شيانج وليران العلاقة بينهم اتطورت وبقى بينهم ذكريات في كل مكان. وفي يوم بتنفجر أنابيب المايه في المدرسة وبتضطر شيانج إن هي تبات بره، لكن مش بيكون عندها مكان تبات فيه، وعلشان كده بيروح ليران يحجز لشيانج أوضة في الفندق، وهناك بتشوفهم ليا من غير ما يعرفوا. وبيجي تاني يوم وبتتفاجئ شيانج باستدعاء من المديرة، وبتلاقي هناك أمها وكمان مرات أبو ليران، وبيعرفوا إن هي باتت مع ليران وكمان بيتهموها في سمعتها. وبتتفاجئ شيانج بصور ليها مع ليران وهما بيحجزوا الفندق. وهنا بتقرر أم شيانج إن هي تسحب ورقها من المدرسة وبتسيب المدرسة في الوقت ده. بتيجي ليها وبتسأل المديرة على الجدول، وبتشوفها شيانج وبتضربها بالقلم على وشها وبتسيبهم وبتمشي. ومن هنا بتقاطع شيانج أمها والعلاقة بينهم بتتأزم أكتر، وبترجع شيانج لمدرستها القديمة. وفي يوم بيتحدى الأول على المدرسة شيانج إن هم يحلوا امتحانات الإدارة، وفي الآخر بتتفوق عليه شيانج. ولما بتلم حاجتها علشان ترجع البيت بتتفاجئ بوجود ليران، وبتنهار وبتقوله إن هي ما عادش هتقرب له ولا يمكن ترجع له، وبتقع على الأرض. لكن بتتفاجئ إن رجليه متجبسة، وبتعرف إن رجله اتلوت وهو بيهرب من البيت لأن أبوه حبسه لما عرف باللي حصل، وإنه مصمم إن هي ترجع المدرسة مرة تاني. وبترجع شيانج البيت وبتترجى والدتها ترجع المدرسة، وبتقول لها إن هي مظلومة لأن مفيش حاجة حصلت بينها وبين ليران.
ولأن ليا افترت عليها بسبب الغيرة، وبتتفق مع أمها إن لو طلعت الأولى على المدرسة هترجعها لمدرستها القديمة مرة تاني. وفعلا بتنجح شيانج في التحدي وبترجع المدرسة، لكن في يوم بتسيء ليا التصرف معاها، فبتكب شيانج مية على مقعد ليا وبتقول لها إن هي مش جاية تعمل مشاكل معاها، وإن ليا ما تفتكرش طيبتها ضعف، وهي عندها هدف وجاية تحققه، وإن ليا ما تهمهاش في أي حاجة. وبتيجي الامتحانات وبتكون درجات شيانج منخفضة، وبتيجي المعلمة في يوم وبتبلغ شيانج إن ليها فرصة تسافر سنغافورة، لأن هي عارفة إن حلم شيانج إن هي تدخل جامعة نينج في الصين، لكن بمعدل الدرجات ده مش هتقدر شيانج تلتحق بيها. وبتحاول شيانج إن هي تكلم لران، لكنه بيكون مشغول مع جده واللي بيكون هيموت. ولما بتتكلم شيانج مع أمها بترفض سفرها، وبتقوم بينهم خناقة بسبب إن شيانج قالت لأمها إن السبب الوحيد لرغبتها في السفر هي إنها تبعد عن أمها لأبعد مكان. وبتدخل الأم تقطع كل شهادات شيانج، وبيفصل بينهم نين وأبوها بالعافية، وبتنهار شيانج أكتر بسبب تصرفات أمها. ولما بترجع شيانج المدرسة بتروح عند لران وبتتفاجئ بموت جده، وبتقعد معاه وبتواسيه، وبيعرفها لران إن جده ساب له حساب بنكي بمبلغ كبير، لأنه كان حابب إن لران يدرس في المكان اللي عايزه بدون ما يحتاج لأبوه. وبتكون شيانج عاوزة تعترف إن هي هتسافر سنغافورة، لكن بتلاقي إن الوقت غير مناسب. وكمان بيعرض لران عليها إن هي تروح معاه جامعة نينج، وبتوافق شيانج فورا. وفعلا بيركبوا القطر وبيروحوا للعاصمة، وبيقضوا وقت سعيد في التجوال. وفي أثناء الجولة المائية بتتفاجئ شيانج إن لران عارف إنها هتسافر، وكمان بيقول لها كلام بيوجعها وبيخليها تعيط، لكنه بيعرفها إن هو مش هيسيبها، وكمان موافق إن هي تسافر، وكمان هيوصلها للمطار. وعلشان كده هيرجعوا البلد بالطيارة علشان لما تسافر سنغافورة ما تكونش أول مرة تسافر بالطيارة. وبنرجع لوقتنا وبتكون شيانج مع لران في العربية بعد ما طلب منها تركب معاه، وبتقول له إنه كان ممكن يطمن عليها بدل ما يسأل أخوها عن أحوالها. وبيقول لها إن هي كان معاها رقمه لكن ولا مرة اتصلت بيه. وبيقضوا الوقت وهم ساكتين، وبينزل التلج، وبتقول له إن هي ما شافتش التلج ده من سنين، وبتفتح الإزاز علشان تحس بنزول التلج على وشها. وتاني يوم بتتفاجئ شيانج إن أبوها محتاج عملية زرع كبد، وكمان محتاج مستشفى أكبر علشان تنجح العملية. فبتوصل شيانج أخوها للأسانسير، وبتطلب منه يرجع مع أبوها وأمها البيت وهي هتتصرف. وفي الوقت ده بيجي لها اتصال من الشغل إنها لازم ترجع، ولما بتحاول تشرح ظروفها بيرفض المدير، علشان كده بتنفعل شيانج وبتقول له إن هم هيعملوا اللي هم عايزينه. وبتتعصب شيانج وبتلم الورق من على الأرض. وفي الوقت ده بيجي لران وبيخفف عنها، وبيطلب منها إن هي تبكي، وبياخدها وبيخرجوا. وبيعدي النهار وبتكون شيانج في عربية لران، وبتصحى على صوته وهو بيتكلم، وبتروح له مكان بيكون واقف، وبيطمنها إن هو هينقل أبوها المستشفى أكبر وكمان قريب، وهيلاقي متبرع لوالدها. وبتقوله إن هي محتاجة توضح وجهة نظر لين لما كلمه، لأنه لقاه غني وهتقدر تساعده. وبيقول لها إن هو مش شايف إن دي حاجة تزعل. وبترد عليه وبتقوله إن هي خايفة حبيبته تزعل، لكنه بيقول لها إن هو ما عندوش حبيبة، وإن البنت اللي كانت معاه دي بتكون قريبته مش أكتر. وبتمر الأيام وبتعرف شيانج إن لران لجأ لمنافس أبوه علشان يلاقي له متبرع بالكبد، وده هيحط لران في مشاكل كبيرة مع أهله. وبيموت أبو شيانج، وبعد العزاء بتقسم شيانج مصاريف الجنازة بينها وبين أخوها. وبتدخل أمها وبتعترض على التقسيم لأنه كتير على أخوها، وبتسألها لو لسه مع لران. وبتستغرب شيانج من اهتمامها، لكن بترد أمها وبتقول إن هي لازم تلاقي حد غني تعتمد عليه بعد موت أبوها، خصوصا إن هي كمان ممكن تموت في أي لحظة وما تلاقيش بيت تعيش فيه. وبتقول لها شيانج إن هي دايما من غير بيت لأن أمها كانت بتتعارك معاها على طول. وبيجي الليل وبتكون شيانج بتجهز حاجتها علشان تسافر، وبيسألها نين لو كانت بتكرهه. وبتتفاجئ شيانج من سؤاله، لكن بتقوله إن هو أخوها وملوش علاقة بمشاكلها مع أمها. تاني يوم بتكون شيانج سهرانة مع لران، وبيسألها إمتى هتسافر، وبتسأله عن سبب معرفته بسفرها. فبيقول لها إن هي دايما اللي بيسافر استحالة يرجع تاني إلا في حالة الموت أو المرض. وبتسافر شيانج لشنغهاي وبتلاقي صندوق في أغراضها، وبتفتكر ذكرياتها مع لران، وبتقرر ترجع مرة تانية لقريتها. وبيستقبلها لران في المطار وبيسألها عن السبب، وبتقوله إن هي قررت ترجع علشان تكمل معاه حياتها. فبيقول لها إن السبب الوحيد اللي كان عاوزها تسافر هو إنه علشان يتخلص من خوفها لو قررت تسيبه، وكمان ما كانش عاوز يحرمها من مستقبلها ويشوفها في مكان أحسن. وبيرجعوا الاتنين لبعض مرة تانية. ولو عجبك الفيلم ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة.